السلام عليكم، عاملين ايه؟ جينا لكم بعد رمضان وبعد العيد. قلنا النهارده نجي لكم بعد ما اتفرجنا على مسلسلات كتير واعلانات كتير وقلنا نقد كتير وحاجات سلبيه. خلينا النهارده نتكلم على شويه حاجات ايجابيه. في النص الثاني من رمضان ظهر شويه اعلانات لطيفه، من الاعلانات القويه جدا اعلان البوادي. طول عمر سالم العمارة عندنا في اكل من ساعه البوادي عملوا الطحينه دي تحديدا والدنيا كلها باظت. احنا 45,000 قطه يا فندم. فكره فعلا قرش وسعر، مش متكلفه اي حاجه خالص، ولكن الفكره فعلا كانت عبقريه جدا. طحين البوادي اللي ما يتاكلش يتاكل. لو اتكلمنا على اعلان تاني واعلان 500 اعلان حلو، اعلان مبهج، وكانوا جايبين نجوم بيرقصوا مع الاطفال بتوع 500 كان بيدي فعلا للناس حاله من حالات البهجه، انك فعلا تحاول انك تتبرع بشكل لطيف، مش مطلع المرضى بشكل وحش ولا متكلف بارقام خياليه. من الاعلانات العبقريه جدا اعلان اوفا او رؤوف، محدش بيعمل لك حساب، كان السلوجان بتاع ايجي بانك، مطلع شاب بسيط خالص، والاعلان متصور بشكل بسيط في اماكن بسيطه، لوكيشن مفيش بهرجه مفيش اي حاجه. هنا ايديا از ذا كينج، فعلا الفكره هي الملك وهي القوه في الاعلان. رؤوف مش جوه انت انت محدش بيعمل لك حساب. احلى مننا البنك. يجي بانك عنده حلول سهله وذكيه للشباب. من الاعلانات برضو اللطيفه اللي ظهرت في اخر رمضان اعلان تاون تيم، كان اغنيه بسيطه جدا بيركز على ان الموضه بتتغير، كل ما الموضه بتتغير احنا بنتكسف من الموضه بتاعت زمان. موضتنا ماتت غدرت بينا كلنا، موضتنا ماتت قالوا هتعيش 100 سنه، اوعك تكون فاكر نفسك مش زينا، هيجيلك يوم وياخد مكانك جنبنا. تنبسط وانت بتتفرج على الاعلان وتضحك وانت بتتفرج على الاعلان. هي مجرد فكره، ما صرفناش فلوس كتير، ما جبناش نجوم كتير، ما عملناش حاجات كتيره جدا، هي فكره بس ولعبنا بيها. البس حاجه ما تندمش عليها. تاون تيم، لبس يتلبس. السنه دي برضو في شركه كوكاكولا وشركه بيبسي ركزوا على فكره بسيطه جدا. كوكاكولا عملت فكره مين اللي واقف في الطرقه. بقول لك هو مين اللي واقف في الطرقه؟ هو بس كده الفكره، مين اللي واقف في الطرقه. تتفرج على الاعلان هتلاقي اعلان بسيط ومبهج جدا وتعرف تضحك فيه. اعلان بيبسي عمل فكره مختلفه، وبيبسي دايما الصراحه مبهره باعلاناتها، ما بتعملش اي حاجه وخلاص. عملت فكره بسيطه ولكن عبقريه. عشان تتفرج على الاعلان لازم تجيب 3 موبايلات تحطهم جنب بعض وتشغلهم في وقت واحد عشان يوصل لك للسلوجان بتاعها. يلا نكمل لمتنا. احنا عملنا كل ده عشان نجمعكم. يلا بقى نسيب تليفوناتنا زي ما هي ونكمل لمتنا. في النهايه عايزين نقول لكم ان مش الفلوس الكتير هي اللي بتصنع الاعلان، ولكن هي فكره بسيطه جدا ممكن تعمل اعلان. ويا ريت صناعي الاعلام يركزوا في حته ان الاعلان مش فلوس وبهرجه وشويه نجوم بنحطهم وفلوس بندفعها كتير على الارض، ولكن هي فكره نتعب شويه في الافكار. ان شاء الله نشوفكم فيديو جديد. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.